ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم الروتين بتاع شعري، لان من الفيديو بتاع الرجوع بتاع المره اللي فاتت تقريبا كل الكومنتات كانت بتسالني بتقولي جرمين ايه الروتين بتاع شعرك والنظام الغذائي. احنا طلعنا كتير قوي يا جماعه، طلعنا كتير قوي قوي، شعرنا متدمر من الولاده ومن الرضاعه، وطلعنا كتير اكتر من اللي بيتخانوا بعد الولاده وما بيعرفوش يخسوا ازاي. فانا النهارده هقول لكم على الحاجات الاساسيه جدا جدا، والروتين بتاع شعري كامل بقى بحمامات الزيوت بكله هقولها لكم في الفيديو التاني، هينزل بعد الفيديو ده على طول بيوم او اتنين بالكتير عشان بس الفيديو ما يبقاش طويل. اول حاجه واهم حاجه هما الليتسيون بتاع الشعر ده او السيرم بتاع الشعر ده اللي هو بتاع فيتشي ده، كده بيكون شكله، هحط لكم صوره ليه من قريب، هو والشامبو بتاعه. الفيديو النهارده هيكون عن المنتجين دول. اول حاجه خالص، المنتج ده كان سعره غالي جدا، انا كنت جايباه من هنا من المانيا، كنت طالباه كان ب 30 يورو او ب 32 يورو، يعني تقريبا في حسبه لو اليورو ب 40 جنيه يعني ب 1200 جنيه. انا عارفه ان هو غالي، ما ببررش خالص، انا بس طالعه اقول لكم على المنتجات اللي انا استخدمتها. كنت استخدمت بتاع كابيكسي اللي هو ده كده بيكون شكله اللي هو لونه احمر، ده هحطه لكم مع بقيه الروتين، مش هنتكلم عنه النهارده. اول حاجه الشامبو، المفروض ان المجموعه ديت لتساقط الشعر والفراغات بتاعه الشعر وكل الكلام ده. انا شعري كان حرفيا متدمر واقع كله، هحط لكم صوره كده على الجنب من هنا ليه. من اهم المنتجات اللي ساعدتني على ان شعري يبتدي ان هو يطلع، كنت بستخدمه كل يوم. هو المفروض ان انتي تستخدميه مرتين في اليوم، انا كنت بستخدمه مره واحده بس. شفت منه نتيجه في حدود تقريبا بعد اقل من شهر، كنت شايفه منه نتيجه حلوه جدا جدا جدا. بس كنت الاول بستخدم ده لحد ما خلصته، هبقى احكي لكم عنه ريفيو بعد كده بتاع في الفيديو اللي هينزل بكره. نتيجته سريعه جدا جدا، دي اهم حاجه بالنسبه لي. الشعر اللي كان طالع ما كانش شعر خشن، يعني دي اهم حاجه برضو بالنسبه لي، لان في انواع حاجات او سيرم بتتحط عشان تعمل انبات للشعر، بتلاقيها ان هي بتطلع الشعر اللي طالع بيبقى خشن جدا. ده ما حسيتوش خالص مع ده. منتج مش زيتي نهائي، يعني ما بتحسيش ان فروه راسك بعد ما بتحطيه ان انت عايزه تغسلي شعرك، لا خالص، هو عامل زي الميه كده. بس هو ليه ريحه غريبه، انا مش عارفه اوصف ريحته، بس ريحته مش حلوه، تحسي مثلا ان انت رشه مبيد. الابليكيتور بتاعته اللي هي البخاخه اللي من فوق ديت حلوه قوي قوي، مش بترش كميه كبيره، يعني مش زي دي كانت حاجه بايظه اساسا، الاتنين نفس الابليكيتور بالظبط، بس ده الابليكيتور بتاعته احسن بكتير وسليمه، يعني بتعيش معاكي لحد ما المنتج يخلص. انا بصوا خلاص يعني فاضل منه حبه قد كده. انا بستخدمه دلوقتي بقالي قد ايه، بستخدمه تقريبا دلوقتي بقالي في حدود ال3 شهور، ومش عارفه هكرره تاني ولا لا. ناويه ان انا اكرر منتج تاني بس يكون ارخص كتير في السعر. هما قايلين لكم على الباكج من ورا كده ان انتي بتحطيه بس لحد نص الشعر. انا كنت بحطه في شعري كله لان شعري كان خف بقى، حرفيا بقى حبه قد كده، لكن انا بقيت بحطه في شعري كله. ولو اقلب لكم شعري من تحت من هنا هتلاقوا، بصوا شايفين، هقرب لكم الكاميرا كده، في شعر جديد اهو، اهو قصير كده طالع كتير جديد اهو، بصوا شايفينه اهو، حقيقي حقيقي بيطلع الشعر اللي وقع كله. اما بقى موضوع ان انت تبقي طبيعتك اصلا شعرك خفيف وهو يتقلك شعرك، لا، هو هيطلع لك اقصى حاجه البصيله ممكن تطلعها. يعني مثلا انت البصيله المفروض ان هي بتطلع، مش عارفه بصراحه المعلومه الصح، 3 شعريات ولا 4 شعريات من البصيله الواحده، هو بيخليكي تطلعي اقصى عدد ممكن البصيله بتاعتك تطلعه. يعني سي مثلا انت البصيله بتاعتك بتطلع 2، تمام، وانت شعرك كان متدمر من الهايلايت ومتدمر من البروتين من الرضاعه من ايا كان، فبقت البصيله بتطلع واحده بس، او البصيله الشعر منها وقع خالص، فهو بيساعدك ان البصيله ترجع تاني صحيه. لكن بصيلتك بتطلع 2، هو مش هيخليلك تطلع 4 او مش هيخليلك تطلع 3. ده اللي انا فهمته ودي تجربتي معاه، ان هو رجع لي شعري حقيقي زي ما كان، يعني كاني ما رضعتش، كاني ما ولدتش. بس طبعا لسه تقل الشعر اللي من تحت هو لسه محتاج ان هو يتقل، عشان كل الشعر اللي طالع جديد ده اللي هو القصير ده كله ده شايفينه ده اهو، كل دول كده كانوا مقرعين حرفيا، يعني ما كانش فيها شعر اساسا. فده بالنسبه للمنتج ده، لا بينعم الشعر ولا بيخشن الشعر ولا بيعمل اي حاجه في الشعر زياده، يعني مثلا ما تقوليش ان انا هحط سيرم فهيطري لي شعري، لا لا، ما بيعملش الكلام ده خالص. اما بقى بالنسبه لموضوع التساقط بتاع الشعر، انا اللي مثلا التساقط بنسبه 50% او 60% عشان ما اظلمهوش، بس ستيل لسه في تساقط في الشعر، وانا حضرتك جايباه غالي انت والشامبو بتاعك، فالمفروض ان انا ما الاقيش ولا شعرايه، انا مش عايزه اشوف شعري في البيت.
بس انا برضو مش قادره اظلمه، لان انا اول حاجه برضع، تاني حاجه بعرض شعري للحراره، فبرضو البيبيليس من اكتر الحاجات اللي معروفه ان هي بتوقع الشعر، فانا برضو مش قادره احدد. بس كتساقط انا ما اتبسطتش منه بما انه منتج غالي قوي كده. لكن لو عندك فراغات انا برشح لك المنتج ده مليون في المية. استخدام السيرم ده او التونيك ده ان انتي بتحطيه، بترشي منه مثلا 3 رشات هنا وهنا وهنا وهنا. انا كنت بحطه على فروة راسي كلها. في ناس عشان هو غالي شويه بتحطه بس على الفراغات، بس انا شايفه ان هو يبقى حلو قوي لو حطيتيه على راسك كلها. على راسي كلها استمر معايا مثلا في حدود ال3 شهور، وخلاص يعني العلبه بقت بتخلص تمام. وبعد كده بتقلبي راسك كده وتفضلي ان انت تعملي مساج لفروه راسك كويس لمده من دقيقتين ل3 دقايق، مش اكتر من كده. او انك تنامي على كنبه وتقلبي راسك لورا كده وتفضلي ان انت تعملي مساج لفروه راسك. اما بالنسبه للشامبو، الشامبو انا كنت استخدمته دي راس كارلا، اعملوا نفسكم مش شايفينها، هي دلوقتي جايه تكتشف المكان. اما بقى بالنسبه للشامبو، فالشامبو عادي الطريقه التقليديه جدا لاستخدام الشامبو، وهي ان انت بتبلي شعرك وبعد كده بتستخدمي منه 4 ل5 ضغطات على حسب طول شعرك، وبتستخدميهم على مرتين. بس انا بعمل كده عشان ببقى عامله حمام زيت لشعري، بس بتسيبيه لمده دقيقه على الشعر عشان الفروه تستفيد منه، لان هو المفروض ان هو شامبو بيساعد الشعر انه، هما بيقولوا ان هو انرجي، يعني بيخلي الشعر فيه طاقه، او بيزود من قوه البصيله او الشعرايه، ده اللي هما بيقصدوه يعني، او الترجمه الحرفيه للكلام اللي عليه هنا. الشامبو بتاعي من الشامبوهات اللي بترغي حلو، يعني انا ببقى عامله حمام زيت مثلا قبليه وبستخدمه، بيبقى بصراحه فظيع وحلو جدا جدا في موضوع ان هو بيرغي وبينضف كويس قوي، ما بينشفش الشعر نهائي، بيخلي الشعر مترطب والشعر بيبقى حلو. اما بالنسبه لموضوع التساقط، برضو انا مش حاسه ان شعري بيتساقط بالكميه اللي كنت بشوفها في الحمام في الفتره اللي هي قبل ما استخدمهم. حقيقي كان شعري بيقع بشكل مرعب، يعني لما كنت عابل ما بخلص الشاور بتاعي كان بيطلع كتلة شعر قد كده. هوريكم صورة دلوقتي. ففي صورة ليا بعد ما بقيت بستخدمه مثلا بشهر ولا حاجة من شكل التساقط بتاع الشعر، هحط لكم برده الكمية اللي بقت بتتساقط هنا. فبرده التساقط قل بنسبة 60%، بس ستيل لسه في تساقط برضو للشعر، فمش عارفة. بس انا بالنسبة لي لو هرجع اكرر حاجة تاني هرجع اكرر التونيك ده، او هرجع اكرر السيرم ده. مش هرجع اكرر الشامبو لاني حسيته شبه شامبوهات كتير. ممكن في شامبوهات ارخص كتير قوي تعمل نفس الحاجة اللي هو بيعملها، وخصوصا ان الاتنين غاليين. الشامبو الحجم الكبير دوت كان سعره تقريبا 24 يورو كده، ان هما موجودين في الصيدليات بتاعه مصر. بس كده يا بنات، هو ده كان الريفيو بتاع النهارده. يا رب ما كنتش طولت عليكم لاني كارلا خلاص صحيت. لو عايزين تسالوني في اي حاجه اكتبوها لي تحت في الكومنتات وانا اكيد هرد عليكم، وهصور لكم كل المكونات بتاعه المنتج ده والمنتج ده، وهحطها لكم من قريب على الشاشه عشان تبقوا شايفينها كويس. اتمنى من كل قلبي ان الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.